حياة احمد ندى كان عامل هيصه من بتاع سنه ولا 2 كده، وانا ما جبتوش خالص، فانا قلت لا يعني لازم في يوم من الايام اجيبه. يعني حياة احمد ندى ده في عين شمس، وفعلا كان عامل في وقت من الاوقات بروباجندا جامده جدا جدا جدا. تقريبا ما فيش بلوجر في مصر الا ودق احمد ندى. ودلوقتي هو فتح فرع في التجمع. انتوا طبعا عارفين اسعار التجمع غير اسعار عين شمس، فانا جبت من فرع عين شمس بصراحه. هو من التجربه الاوليه كده اسعاره حنينه شويه يعني، او تعتبر في المتوسط، مش اللي هو حراق جامد. بس تعالوا بقى ايه نشوف يستاهل الهيصه ولا ما يستاهلش. طبعا ده حاتي. اول حاجه هنجيبها عند الحاتي ايه؟ اكيد الكفته والطرب والكباب، ده الاساس بتاعه اللي شغال عليه اصلا. هو عنده كيلو الكفته الكندوز ب 460 رخيصه، كيلو الكفته الضاني ب 660 تعتبر متوسطه او فوق المتوسطه سيكا. تعالوا نشوف. جايب معاه رغيفين صغيرين قوي. ايه ده؟ عيش بيبيهات ده ولا ايه؟ ده الطرب ربع طرب ضاني ب 190، وفي طرب كندوز على فكره مش عارفه كان ب 145 الربع او حاجه زي كده. كل حاجه معاه رغيفين عظم كده. الحمد لله طبعا على كل شيء يعني، بس كان يكتر العيش اكتر من كده، ولا عشان هو ربع. ده ربع كباب ضاني ب 315. طبعا الكباب ما نقدرش نلعب في سعره لانه لازم يكون ايه؟ لحمه. وهذه الكفته الضاني، ربع بقى الكفته الضاني ب 165 جنيه. تعالوا اول حاجه ندوق الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الكفته بتاعته حلوه؟ لا حلوه يعني 8 من 10 مثلا. هي عامله زي بتاعت صبحي كابر كده من زمان شويه. الكفته الجلسه دي اللي هي تقيله كده في البق كده، تتبيلتها حلوه قوي، طعم الكفته القديم بتاع زمان. تعالوا بقى ندوق الطحينه بتاعته. لا جامد. تعالوا ندوق الكباب الضاني. اللي دقتها دي طريه وكان فيها حته سمينه فمحليه طعمها. تعالوا ندوق اللي هي ما فيهاش سمين خالص دي، طريه برضو بس اللي فيها السمين اطعم. تعالوا ندوق السلطه كده. سلطه حاتي يعني. تعالوا بقى ندوق الطرب. احنا سايبين الطرب للاخر بنهزر والله، ايه الهبل ده؟ الطرب ده لازم كان يتدق اول حاجه. هو حلو بس الكفته عنده احلى من الطرب بصراحه. وحاطط طبقه رقيقه قوي من الطرب حوالين الكفته يعني، بس يعني ايه مش احسن طرب دقته في حياتي. بس عايزه ادوق معاه اللي هو البتنجان المخلل ده عشان شكله حلو. بتنجانتين ايه؟ بتنجان تنتين قلبازين قوي، بس ايه قطم الطرب بس عشان البتنجان شكله صواريخ. ومعاه البتنجان. حلو البتنجان والمشويات حلوه. اكتر حاجه عجبتني الكفته والكباب، يعني زي اي كباب بندوقه في اي حته بس حلو طري. والكفته عجبتني. الطرب شويه هو اقل واحد فيهم. السلطات بتاعته حلوه يعني زي بتوع الحاتي الاصلي اللي هو بتاع زمان ده. هي حلوه بالنسبه لسعرها. في اجود من كده، في اجود من كده، في اسوأ من كده، كتير اسوأ من كده، بس هو يعتبر انا بديله فوق متوسط يعني. بيلعب من 7 ل 8 من 10 مثلا في المشويات. تعالوا نكمل ونشوف الفراخ والطواجن بقى. الفراخ المشويه والطواجن. نص فرخه شبك او نص فرخه مشويه او تكه بيسموها كذا حاجه ب 160 جنيه. يعني الفرخه تقريبا ب 320. دي معاها 4 ترغفه. اشمعنى الفراخ يعني؟ دي اللي هي بتبقى نص فرخه كامله. انت عارف ان احسن كفته واحسن مشويات تاكلها من الاماكن الشعبيه او المحلات الشعبيه. الناس الهاي دي بتعمل لك هو الشعبي بس بيغلوا لك السعر، فبتبقى حلوه بقى ساعتها عشان انت حاسس انك دافع كتير. فرخه تكه حادقه سيكه، فيها طعم زعتر توم ليمون بصل، لطيفه، محطوطه على رز يعني ايه واخد اخره في التعجين كده، بس حلوه كمان. شويات حلوه برضه، سعرها رخيص، مش رخيص بس يعتبر معقول. نخش على الطواجن بقى. هو احمد ندى زي صبحي كابر كده، متاخدوش على كلامي. المهم طاجن رز معمر بالقشطه ب 115، وطاجن نيفه بالبصل ب 250. ده معاه رغيفين يبقى اكيد ده النيفه بالبصل. الغريبه بقى ان هو ما كانش مأمني يعني. طلبت قال لي حسابك كذا يا فندم. اول مره تطلبي قلت له اول مره اطلب. قال لي خلاص هتدفعي 300 جنيه من الحساب بتاعك فودافون كاش.
قلت له ليه كده انت مخوني؟ ما فيش مطعم بيقول كده. قال لي لا والله عشان اول مره تطلبي والمكان بعيد شويه. ماشي يا عم احمد انا مقبوله منك برضه. فاكرني هطلب الاوردر واهرب. موضوع اول حاجه رز معمر بالقشطه، وعنده حاجات كتيره قوي لدرجه ان هو عنده شاورما سوري وكريب. يعني مش فاهمه ايه اللي دخل شاورما سوري وكريب في المشويات والطواجن والحاجات دي. بسم الله. ايه ده حلو. تاني طب والله حلو. عارفين عامل زي بتاع مين بالظبط؟ زي بتاع حجوجه، نفس الطعم كده بالظبط، اللي هو الرز واللبن والملح والقشطه وفقط، او السمنه وفقط. طعمه حلو بصراحه، طعمه اللي هو الفلاحي الاصلي ده. انا ما بعملوش كده في البيت، انا بعمله على طريقه الشيف الشربيني. حلو. طب بما انه الرز المعمر عجبني فده شيء مبشر. تعالوا نشوف بقى يعني ايه اصلا نيفه بالبصل. ايه اللي جاب النيفه للبصل؟ الظاهر عليها نيفه، وانا قلت هيضحك عليا ويحط لي اي لحمه، فاهم، في النيفه في البصل ويقول لك عليها ايه يعني لحمه بالبصل، بس ايه يقول لك نيفه بالبصل. لا الظاهر انها نيفه. ليه بقى نيفه؟ النيفه كده بتبقى شرايح كده وبتبقى دايبه وفيها نسبه دهون كده. تعالوا ندوق. حته النيفه حلوه والبصل بوظها، وانا بكلمكم كل صراحه. بصوا هو البصل حادق سيكا برضو، وفي صلصه كتير، طعم الصلصه باين، لكن حته اللحمه مزيكا دايبه بتتكلم. اتبسطت النهارده بتجربتي بحاتي احمد ندى، لان كنت عايزه اجربها من زمان قوي قوي، وماليش انا في البروباجندا اللي في نفس الوقت دي قوي يعني. لكن حاجته بصراحه حلو، يعني سعرها متوسط وجودتها فوق متوسط. بس كده، لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لكم كمان شير وقولوا رايكم في التعليقات. ما تنسوش اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.